السؤال المطروح: ما هي الفائدة من مشاركة منتخبنا الوطني بكأس العالم؟ نشارك من أجل المشاركة، لو نشارك نعجيل، لو ما أعرف، لو نشارك حتى نخلي هسه ما أعرف شو أقول عليه، الزميل المدعو. هو مو زميل، واصف المباراة خليل البلوشي. نشارك حتى نخلي خليل البلوشي ومن مثله يحكي عن الإعلام العراقي ويتدخل بشأن لا يعنيه. هذه السوالف مال الطشة واللايكات سويتها قبل، جيت هنا ببغداد وجابوك وسمسروا بيك في وقت سابق. زين، ترى كل هاي السوالف نشوفها احنا ونسويها يعني نعرفها اللي انتم مسويها. سوالف السمسرة والترويج وتجمع لك كم لايك انه انت تحكي على الاعلام العراقي انت مو احرص من عندنا على الاعلام العراقي. انت مو احرص من عندنا على المنتخب الوطني كاعلام عراقي. احنا نعرف مصلحتنا. ما مسموح لك، لا انت ولا من يقف خلفك، انه تتدخل في شؤون العراق. بخير يا خليل البلوشي، روح صلح حال كرة القدم في عمان، روح انتقد الاتحاد العماني، روح انتقد دوريكم البائس. بخير. لو هناك عليك مراقبة ما تقدر تنتقد. بس هنا بالعراق تدور لايكات وطشة براس العراقيين. هي رسالة إلى المسؤولين في قنوات الكأس، لأن هذا هو الرجل يتصدر منبركم، وأيضا بي ان سبورت، إلى المسؤولين في قنوات بي ان سبورت التي كانت داعمة للعراق خلال السنوات الماضية وما زالت لغاية هذه اللحظة. اتحاد كرة القدم القطري، المؤسسات الرياضية القطرية داعمة جدا للعراق وللرياضة العراقية. لكن هذا الشخص اللي يظهر في القنوات الحكومية ويتصدر ويتحدث بكلام وبإساءة إلى دولة شقيقة، مردودة على المؤسسة اللي تجيب هكذا شخوص اللي تحاول تطش وترقص على جراحات العراقيين. وأذكرك أني في وقت سابق يا خليل البلوشي في 2019 عندما ردت تصير ترند وتدور عافية وما عافية في وقتها بين الأزمة بين الأخوان، الأخ الكبير والأخ الصغير، بين دولة قطر ودولة الإمارات، عندما هوست للهيدوس بالهدف الثالث على حساب الإمارات، طلعت واعتذرت، لأن دولة قطر دائما سباقة أن تتلاحم مع أخوانها، ما أن تكون شرخا. سباقة دائما أن تجمع المختلفين والمتخالفين على طاولة، وخصوصا من إخوانهم المسلمين والعرب، ما أن تكون شرخا وفجوة بين الأسرة الواحدة. لذا هي رسالة إلى المسؤولين. سمعتوا شنو اللي قال في مباراتنا اليوم؟ وجه كلام إلى الإعلام العراقي وأنه الإعلام العراقي يثير من أجل مصالح شخصية. أتمنى أنه يكون شجاع ويقول من هم اللي على مصالح شخصية. وأنت ايش دخلك؟ هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل المدعو خليل البلوشي، اللي يصدر نفسه أنه هو ناصح. هو معلق واصف للمباراة، أنت لا محلل ولا مقدم برنامج، ولا راح تصير في يوم من الأيام مقدم برنامج. أنت واصف للمباراة، تخليك 90 دقيقة تركز وتنطي معلومات وتوصف المباراة كما هي. تفرح من يسجل هدف وتحزن عندما من تحب يخسر. ما مسموح لك تتحدث خارج إطار المباراة بالأمور الأخرى، لأن هذه الأمور مو أنت اللي تتكلم بها. فهذه هي رسالة مني أنا عمر رياض إلك أنت خليل البلوشي الذي تبحث عن الطشة في العراق، بس هو صوت جماهيرنا اللي يطربون على الغريب.